باختصار الشريك الصح هو اللي بيبقى في ظهرك في اوقات ضعفك، مش بيكون عبء عليك. يعني العلاقه الصح لازم تبقى مكان امن، مكان بتلاقي فيه الراحه، بتهرب فيه وقت ما الدنيا بره بتكون ضغط عليك. رقم 8 الاستقلاليه independence within a relationship. في علم النفس المعرفي وجود توازن بين الارتباط العاطفي والاستقلالية الشخصية يعتبر مقياس أساسي لصحة العلاقة العاطفية. يعني عندك نظرية الأوتونومي كونكشن بارادوكس بيشرح لنا الصراع بين الحاجة للاستقلالية وبين الرغبة في الترابط العاطفي، والمفتاح هنا هو وجود مساحة شخصية أو personal space للطرفين في العلاقة. يعني العلاقة مش معناها أنك أنت دايب بشكل كامل مع شريكك واخد معظم وقته وداخلين في بعض جامد قوي كده. لازم يكون في مساحه شخصيه بينكم انتوا الاثنين، كل طرف لازم يكون عنده حياته، شغله، اصحابه، اهتماماته. يعني لو العلاقه بتسلب منك استقلاليتك او بتحبسك يبقى دي مش علاقه صحيه. في الاخر حابب اوضح لك ان العلاقه الصحيه مش لازم تكون مثاليه، او مش معناها انك انت يعني علاقه مثاليه قوي وهي واو، لكن معناها وجود بيئه امنه، وجود امان عاطفي يسمح للطرفين ان هم يكبروا وينجحوا سوا. ولو لقيت ان معظم العلامات اللي ذكرناها ديت غايبه، لازم تسال نفسك هل انا متمسك بحاجه بتضرني، ولا انا استحق علاقه افضل من ديت تخليني اعيش بسلام.